السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحمد لله اليوم تاريخي، فرصة جميلة للشكر لجميع الرياضيين والأبطال المغاربة. يوم تاريخي لأنه بعد 11 سنة اليوم تم تغيير الرئيس، حيث أنه تنهني من قلبي الخالص السي شكيب بن موسى السيد وزير التربية الوطنية والرياضة، اللي اليوم أصبح رئيس المؤسسة. هذه المؤسسة تم خلقها في غشت 2011، هذه 11 سنة، وذلك في إطار رؤية مستقبلية من طرف صاحب الجلالة اللي بغى واحد الهيكل للرياضيين الأبطال بعد ما يساليوا المشوار ديالهم الرياضي. والحمد لله والشكر لله توفقنا، حيث أنه وصلنا ل 1080 عضو، وصلنا ل 350 ديال الوليدات ديال الأبطال اللي تيدرسوا على نفقة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين. 150 ديال الأبطال اللي الكراء ديالهم تتسدوا المؤسسة. وصلنا أيضا إلى واحد نتيجة إيجابية بالنسبة للتغطية الصحية، 3500 ملف ديال التغطية الصحية ديال الوليدات وديال العائلات ديال الأبطال الرياضيين اللي توصلنا لهم، اللي هو أنا فرحان به. هو 350 شاب وليدات الأبطال وبنيتات الأبطال اللي تيدرسوا على نفقة المؤسسة، منهم 50 اللي هما في الجامعة. واليوم شفنا محاميين وشفنا ناس اللي تنفرحوا لما تنشوفوا هذا المستوى اللي وصلنا له. إذا ديروا النية، راه النية في الرياضة تنثقوا فيها وتنثقوا في الأبطال ديالنا، وتنشكروهم وتنشكروا صاحب الجلالة على المساعدة اللي قدم المؤسسة محمد السادس. لي زيليمون براتيك اي براغماتيك. لي كريتير هما لاج، ولما المملكة العربية السعودية كانت شدات هذاك لو كريتير د لاج، خدينا ان كريتير اللي هو كريتير ديال لي دوموند. واليوم كاين واحد الشفافيه، اللي عنده شي سؤال بالنسبه لهذا الشيء مرحبا به يجي لعندنا، عندنا جميع الامور. ولكن اليوم كاين السي شاكيب بن موسى. واظن العرقله اللي كانت هي من الاله ديال الكوفيد هي اللي جعلتكم انه ما يكونش هذاك العدد اللي كان ممكن يكون. ولكن شوف الحمد لله اللي خرجنا بخير وعلى خير من الكوفيد. ما ننساوش بانه 25 الاعضاء توفاوا في هذه المرحله هذه، تنترحموا عليهم وتنترحم على عضو المكتب التنفيذي ديالنا اللي هو السي محمد العزاوي. العين باسم الزملاء الاعزاء اذا سمحتي تنشكرك بزاف وتنهنيوك على ما قمتي به، وتبارك الله عليك. شكرا. ديال المغرب 2030 ان شاء الله، دوسيي اللي هو رابح، ملف رابح ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما عندي اي شك ومتيقن انه ان شاء الله كاس العالم 2030 غتكون في اطار الملف المغرب، اسبانيا والبرتغال ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.